النهارده هنتكلم عن شخصيه مثيره للجدل يعني او لحاجه تاني على حسب يعني هو عايز يبقى ازاي او انت عايز تشوفه ازاي. معانا النهارده محمد رمضان بشخصياته المتنوعه. محمد رمضان ما ينفعش يعدي عليه مثلا 21 يوم من غير ما يعمل حاجه تستفزك وحاجه تغيظك، حاجه تخليك مش عارف تقعد على طول. محمد رمضان بالنسبه لي لغز كبير جدا، يعني هحاول النهارده افهمه معاكم. يعني عندنا النهارده شخصيه محمد رمضان، محمد رمضان الممثل، محمد رمضان المغني، محمد رمضان لعيب الكوره، محمد رمضان الشخصيه الحكيمه. دي الشخصيه المفضله بالنسبه لي اللي انا بحب اتكلم عليها وبحب ان هي تكون قدوتي. انت لو حطيتي ضمه فوق الميم هتلاقيها مصر. بس قبل ما نتكلم عن محمد رمضان عايزين نوصل الفيديو دوت لعدد لايكات يليق بيك، يعني يليق بكرمك، يعني انت وذوقك، فاهم؟ فلو انت كريم اعمل لايك، لو انت مش كريم اعمل لايك برضه عشان تبقى كريم وتبقى جدع. محمد رمضان طلع علينا باوتفيت داخلي تحفه الصراحه، مثير للشفقه، بس الصراحه الاوتفيت شدني جدا. اصل تخيل يعني راجل لابس براه ما شفناش تقريبا من ايام الملك تحتمس راعي الثالث. ما اعرفش ليه وانا بتكلم دلوقتي تخيلت نفس الوهله ان انا اللي لابس الاوتفيت التحفه دوت. الصراحه المنظر اللي انا تخيلته دلوقتي في دماغي عني مقرف جدا وقرفني ومخليني دلوقتي عايز اقوم ارجع. بس بعيدا بقى عن موضوع ازمه اللبس والحاجات ديت، انا في سؤال في دماغي هيجنني من امبارح مش عارف انام، عشان كده انا طالع لابس النضاره لان الموضوع تحت عينيا اسود جدا من كتر التفكير في الموضوع دوت. مين في امريكا مهتم ان هو يسمع محمد رمضان او يحضر له حفله؟ ومين في مصر برضه مش فاهم برضه. بس الموضوع في امريكا صعب يعني جدا، اللي هو يعني هم صعبانين عليا جدا. انا مش متخيل الموقف يعني اكنك مثلا جايب زياد زازا عامل حفله في الفيوم. يعني مين مهتم برضه؟ مين مهتم في الفيوم ان هو يسمع زياد زازا؟ يعني مش متخيل محمد رمضان مثلا واقف على الستيج وعمال يقول انا في الساحه واقف لوحدي، فالناس تحت ساحه ايه يا ابني؟ انت عبيط حضرتك؟ انت مين اصلا؟ انزل يا حبيبي. محمد رمضان شفت له انترفيو بينتقد فيه الناس اللي هي اللي كانوا ممثلين وبيعملوا ادوار رقص وكده او ادوار حريم. عملوا ادوار انا شخصيا لو هجوع ما اعملهاش مثلا. صبي علمة نجم كبير جدا عمل الشخصيه دي في بدايه حياته، فانا مش عارف هو جاع تقريبا فاضطر ان هو يعمل كده، مش عارف. انسب رد شفته على الموضوع دوت هو رد المستشار مرتضى منصور. تصدق بأمل بالله لا اله الا الله، افتكرتها رقاصه زنجيه. بصراحه مقنع جدا، بس انا عندي استفسار برضو بسيط بعيدا عن موضوع محمد رمضان وكده. نفسي اعرف مين الناس اللي بتبقى موجوده عند المستشار مرتضى منصور في بيته او المكتب بتاعه عشان يسالوه الاسئله ديت ويصوروها وينزلوها، مش عارف. وليه بياخدوا رايه في اي حاجه ممكن تحصل في اي حته بياخدوا رايه فيها وينزلوها، مش عارف ليه الصراحه. اقدر اجيب اي لاعب من الزمالك عندي شيكات مفتوحه. الجمله دي استفزت جمهور كبير جدا. ما طلعش الشيكات هي المفتوحه. وبيتجمعوا امتى وبيبقوا كتير جدا وبيقعدوا يسالوه في اي حاجه، مثلا بيسالوه في السينما وبيجاوب، بيسالوه في الكوره، في السياسه، في اي حاجه. يعني مش عارف الصراحه هم مين دول وليه المستشار مهتم ان هو يقول لنا رايه. الفيديوهات بتاعته بيفايرل، مش عارف مين الصراحه مهتم يتفرج عليها. سياده المستشار الصراحه انا مهتم اتفرج عليها، انا بحب حضرتك جدا ومهتم اتفرج على الفيديوهات دي جدا وبكون شخصيتي وارائي من راي حضرتك طبعا. بس اللي مش فاهم يعني ليه محمد رمضان كان لابس كده. انا من تحليلي يعني واضح جدا ان محمد رمضان كان بينكش الفنان حسن الرداد على نجاح مسلسله، لان محمد رمضان اتغاظ جدا ان مسلسل حسن الرداد نجح وكان مكسر الدنيا وغطى على مدفع رمضان وكان ترند رقم 1 عندهم في البيت. اكيد ما حدش اتفرج على المسلسل يعني بتاعه. في نظريات كتير بتقول ان محمد رمضان ماسوني ويعني وخلاص بعد اللي عمال يحصل دوت فالناس بتتاكد اكتر من الموضوع دوت. يا جماعه انا ما عنديش مشكله والله العظيم، انا موافق معاكم وما عنديش مشكله ان هو كل الحاجات فعلا اللي عماله تحصل ديت بتقول لك ان هو ماسوني. بس عندي اعتراض واحد بس يا جماعه، محمد رمضان ما يعرفش يعني ايه ماسونيه. يعني محمد رمضان لو سالته ايه ماسونيه ديت هيفتكر مثلا مسلسل نازل في رمضان لكريم عبد العزيز فهيتضايق. وبعدين يا جماعه اسمه محمد، يا جماعه محمد رمضان اسمه محمد رمضان ده اسم اسلامي جدا. انت عارف مثلا لو هو اسمه محمد اغوليوس برضو مش هينفع يا جماعه، اسمه محمد. بس يا جماعه في حاجات بتخلينا فعلا اشك ان هو ماسوني. يا جماعه الاشباه بتوعه محمد رمضان كل 3 اسابيع بينزل له ابديت جديد، بينزل له شبيه جديد، وكمان في تطور عبقري يا جماعه في الاشباه بتوعه. كل نسخه بتنزل حديثه النسخه بتبقى متطوره جدا عن اللي قبلها. اخرهم محمد جبريل ده ما شاء الله يعني بينافسوا ابل، منزلين الاي او اس 19 في النسخه بتاعت محمد رمضان. يعني انا لما بلبس وبنزل الناس فعلا بتفكرني محمد رمضان، الناس الشكل قريب جدا. انا ما شفتش حد ليه اشباه بالكتره دي. بس برجع اقول لنفسي برضو يا اسطى ما هو معلش محمد رمضان شكله بيزك جدا. يعني انت لو نزلت الهايك ستيب في اي وقت هتلاقي مثلا طابور واقف محمد رمضان واقفين. اي واحد بيقدم في فتره الجيش وحلقه 3 ميري هو هتلاقيه محمد رمضان. بس برضو في حاجات ترجع تاني تشككني فيه، موضوع ان هو مثلا مع محمد رمضان بيعيط من عين واحده. يا جماعه انت ليه بتعيط من عين واحده غير ان انت مثلا بترمي على اللوجو بتاع الماسونيه؟
اللوجو بتاع الماسونيه. الماسونيه عاملين لوجو وجابوا جرافيك ديزاين مثلا ان هو مثلا بيرمي على الشعار بتاع الماسونيه، كلنا عارفين ان هو عين، فهو ايه عمال بيرمي عليها. لما بصيت على اغاني محمد رمضان وبصيت على الفيوز اللي هي جايباها، الصراحه حسدت جدا دكاتره الانف والاذن. اتمنيت ان انا في يوم من الايام اكون دكتور انف واذن، لان انا هكسب كتير جدا، والفتره الجايه هكسب كتير جدا. انت متخيل هتعالج كام واحد بيسمع محمد رمضان واسلام كابونجا؟ ايوه ليه يا اسطى؟ ايوه انا بالنسبه لي فكره ان محمد رمضان بيغني ديت بشوفها ان هي ده شكل كلمه عافيه. يعني لو حد بيقول لي اوصف لي شكل كلمه عافيه، اوري له مثلا محمد رمضان وهو بيغني. المحاولات بتاعت محمد رمضان ان هو يغني ديت بتفكرني بنفس المحاولات بتاعت تامر الجار ان هو يثبت لنا ان صوته شبه الفنانه فيروز. بس في العموم يعني دوت اعظم اداء شفته الفنان بيغني بعد ام كلثوم على المسرح لايف كان لمحمد رمضان وهو بيغني الاغنيه دي. كأنك حتة من سكر. يعني يا ريت لو عندي باص ذهبي كنت اديتهولك. محمد رمضان بالنسبه لي برضو حاجه غريبه جدا. يعني الموقف اللي حصل بينه وبين ياسمين صبري موقف عبثي جدا، والاتنين اعبث من بعض. هي رايحه بتقول له يا ابني، ما اعرفش الصراحه، محسساني ان هي الفنانه انعام سالوسه. اسمع يا ابن وهو رد غريب جدا. انت مجنونه؟ بيعمل لها كده، انت مجنونه ولا ايه؟ بس محمد رمضان ما سكتش، خد الموضوع على صدره حرفيا، اكتر. وشفنا نتيجه ده بعدين. من دراستي للطب النفسي وعلم النفس انا حللت الموضوع واكتشفت ان محمد رمضان مش عارف يموف اون من 2016، من ساعه ما تمر رفضته، لدرجه ان هو عامل اغنيه اسمها هتجيلي وحاطط فيها الصامنيل بتاعتها ناصر الدسوقي وهو بيكلم تمارا وبينادي على طارق بيقول له مايا عشان شرقت. الموضوع مأثر عليه جدا، بقاله 10 سنين مش عارف لحد دلوقتي يموف اون منه. انت متخيل؟ بغير من مين؟ محمد رمضان برضو من 2016 لسه لحد دلوقتي مش عارف يموف اون، ومش قادر ينسى ان الراجل دوت قال له انا البلد رفاعي. فمحمد رمضان اشتغل على نفسه واجتهد، ودي حاجه احييه فيها. وبعد 10 سنين جه ورد عليه وعمل له اغنيه انا البلد، يعني بيعمل له باك حاجه بتتقال في الراب بس مش فاكرها. محمد رمضان بقى الممثل الصراحه مش هقدر اتكلم عليه احتراما لعمي والخال والقدوه خالي رفاعي الدسوقي رحمه الله عليه. يعني حد فيكم يعرف ان محمد رمضان دخل الجيش؟ فكنت عايز اعرفكم لو انتوا ما تعرفوش ان محمد رمضان دخل الجيش، بس نوع غريب جدا. يعني الناس اللي بتخش الجيش بيبقوا في العموم بيبقوا نوعين، نوع اللي هو بيقدم عادي جدا زي مثلا كده بيروح يقدم الورق ويخش عادي الجيش. النوع التاني ان هو بيبقى بيروح يقدم برضه عادي بس بيكون مع واسطه. كلامي هنا مش معناه ان الجيش بيبقى فيه واسطه، لا هو بيقدموا واسطه بتترفض يعني عشان مفيش واسطه. النوع التالت بقى ان هو محمد رمضان. يعني محمد رمضان الجيش بتاعه دوت كان نوع لوحده اتعمل لمحمد رمضان، بس ان هو دخل الجيش عمل كليبين جوه واتنين ريلز عشان الفيراله وكده، واحد ينزل انستا واحد ينزل فيسبوك، وعمل برنامج كده مثلا زي اربس جود تالنت بس كان في الميري، يعني ميري جود تالنت. كان بيقعد كل يوم في السريه بالليل يجيب الناس ويخلي اي حد عنده موهبه او بيعرف يقلد محمد رمضان. مش فاهم يعني ايه الساديه ان انا اجيب ناس قدامي خليهم يقلدوني وانا قاعد بتلذذ بايه، مش فاهم. فده كان الجيش بتاع محمد رمضان. واكتر واحد بقى كان بيعرف يقلد محمد رمضان ما كانش بيطلع خدمه، كان بينام في السرير اللي جنبه. انا متاكد ان السريه دي كلها كانت بتتعلق. اكتر شخصيه بحبها بقى لمحمد رمضان وهي الشخصيه الحكيمه دي، الشخصيه القدوه بتاعتي دي اللي انا ماشي بيها في حياتي، حاططها قدامي هدف ليا. الشخصيه دي حرفيا انا بدرسها كل يوم قدامي، بصحى كل يوم اخد دش ساقع واسمع الكلام بتاع محمد رمضان والحكم بتاعته تاني كل يوم عشان احفظها. باخد كل الكلام اللي هو بيكتبه، كل الحكم اللي هو بيقعد يقولها ديت وبكتبها على ورق وبعدين بمسح بيتي. كلام مهم كلنا لازم نسمعه ونكتبه ستوريهات واتس كلنا كل يوم ونستفيد بيه يعني ونتعلمه ويتكتب على ظهر الكتب بدل الارشادات اللي بتبقى مكتوبه بتاع التدخين والحاجات دي. كلمة مصر ميم صدري، انت لو حطيتي ضمة فوق الميم مصر. انا بعد ما عرفت المعلومه اللي هو قالها ديت انا قدمت على طلب هجره، لان انا مش هستحمل ان الكلام دوت يتقال على بلدي. كلمه مصر لو حطيت لها ضمه على الميم هتبقى مصر عادي، لان كان لازم تغير شويه حاجات تاني فالحكمه بتاعتك باظت للاسف. كان لازم غالبا تحط كسره تحت الصاد وتشيل السكون وتحط شد حاجه زي كده. بس انا عايز اقول لك برضو يا فنان ان انت لو شلت حرف الصاد هتبقى مر، مفيش حاجه صدفه برضو، فاهم؟ اما بقى لو شلت حرف الراء فهي هتبقى. محمد رمضان برضو انقذني من حاجات كتير جدا، انقذني من اكتئاب، لان انا كان خلاص كنت بكره حياتي جدا، بس بعد ما شفت الحكمه بتاعته ديت برضو حبيت الحياه جدا. الحياه تفسح الطريق للشخص الذي يعرف الى اين هو ذاهب. يعني الحياه فعلا بتفسحنا. حضرتك ان لم توثق نجاحك لم يوثق لك احد النجاح. ده كلام واحد مش معاه 300 جنيه يوثق اكونت الانستجرام بتاعه فبيقول كده بس عشان يلمهم. ايه الحكمه بقى اللي غيرت حياتي وانقذتني؟ الحكمه بقى اللي غيرت حياتي وانقذتني لان انا كنت خلاص على وشك ان انا اشجع نادي دانجهام سيتي. هي دي بقى هي الحكمه دي. بتقول لا تربط ثابت بمتحرك،
فالدين ثابت. ما خدناش احنا حضرتك جاهل ولا ايه؟ خدناها كلنا ديت، كلنا عارفين لا تربط ثابت بمتحرك. يعني لو في حاجه عندك ثابته ما تربطهاش بحاجه متحركه. انت ده نظريه عظيمه يعني. والصراحه بقى في حاجه ابهرتني جدا لما تعمقت وعرفت مين قدوه محمد رمضان في الحكم وفي الحاجات ديت. هو انا بالنسبه لان انا بقى اقرا كتب، تمام، انا قرات عده كتب كتير قوي زي بس زي نجيب ساويرس. انبهرت بيه جدا وعلي في نظري لان الراجل دوت كان قدوتي برضو في يوم من الايام. يعني ايام ما كنت حيوان، اللي ما يعرفش برضو ان انا كنت بلعب كوره وكان قدوتي في الكوره هو محمد رمضان. كان نفسي اكون في لياقته ورشاقته، عنده رشاقه ومرونه بالكوره رهيبه جدا. كنت بحب المراوغات بتاعته بالكوره وكنت شايف ان هو عادي ينافس روبينيو ونيمار مستريح. في سببين خلوا محمد رمضان ما يكملش كوره. السبب الاول ان هو كان مش عايز ينافس على جائزه بوشكاش لان هو كان عارف وكده كده متاكد انه لو لعب كوره اجوانه كلها هتنافس على جائزه بوشكاش. فاتضايق جدا واتزربن لما عرف اسم الجائزه لان دوت فيلم محمد سعد، فهو اتضايق جدا. السبب الثاني ان محمد رمضان كان بيحب يلعب فيرود وحصل بينه وبين عصام الحضري مشكله. محمد رمضان كان عايز عافيه ياخد رقم واحد عشان هو نمبر 1. عصام الحضري اتخانق معاه وقال له انت مهاجم ما ينفعش تلبس رقم واحد. حتى محمد رمضان لما جه يلعب ماتش خيري مع المنتخب او مع نجوم سابقين والحاجات ديت خد رقم واحد. الحارس برضو اتخانق معاه قال له يا ابني انا بلبس واحد، انا الحارس، الكوره بتبدا من عندي مش بالعافيه. ما اقتنعش برضو بكلامهم وقال لهم انا نمبر 1، انا نمبر 1 والله العظيم انا نمبر 1. عشان كل الحاجات ديت صعب عليا ومحمد رمضان فعلا كنت واخده قدوه في الكوره. عشان كده الحمد لله بطلت بدري يعني، او بطلت قبل ما ابدا اصلا. كده يا جدعان ده كان محمد رمضان وده كان التيت والشريط وانا هشام سكر نمبر 1 اليوتيوب. اكيد بكذب يعني، ومحمد رمضان احسن مني في ايه يعني؟ ما هو بيكذب هو كمان، هو احسن مني الصراحه يعني. ده بيعيط من عين واحده. على العموم لو الفيديو عجبك ما تنساش، بس سلام.